لما رأى سيدنا علي أقدم في اليوم الثالث قال هذا الذي يفتحها. هذا وصفه في التوراة. إذن وصف سيدنا علي موجود في توراته. لهذا اليوم يعني حبذا لو نستفتح عليهم باسم سيدنا علي، بأحد من ذرية سيدنا علي، فيا حبذا إخواننا في غزة يفقهون هذا المعنى جيدا. نعم جهادهم مبارك، بارك الله فيهم، ولكن كذلك حبذا سر الانتماء لأهل البيت ولساداتنا الأولياء فيه بركة ماذا؟ المدد الباطني، رجل ب1000 رجل. أما أولئك الذين كانوا ينتظرون منهم أهل غزة أن ينصروهم، انظروا كيف خذلوهم في الوقت، لأنهم كانوا يتكلمون فقط الجهاد، الكلام في الدين، السنة، ولكن اليوم ما وجدنا منهم شيء يدل على انتمائهم لسنة سيدنا رسول الله، ولا انتمائهم أصلا لسيدنا رسول الله.